ايش تقول المتابعين؟ ناس مستغربين ويبغوا يسألوني ليش هلكت أصلع. الله العظيم وش عندي في قسم الحفاظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ عساكم طيبين. رجعنا لكم اليوم وبعد إجازة استمرت شهرين كاملة. رجعنا لكم اليوم إلى يوميات مبتعث، وأهلا وسهلا بالجميع. مع أن جماعة الخير رجعتنا هذه في معي شخص فيها راح يكون شريك معي في الشقة. عبسي الو هلا وسهلا. يلا نمشي الحين نشتري الأغراض والنواقص. يلا يا مرحبا. طبعا الحين نروح نشتري مقاضينا ونظبط امور المطبخ. طبعا يا جماعة الخير عندي فعاليات في الشراب، هذا الباركود طالع لكم في الشاشة، لا تنسى تضيفون. وصلنا العتيب. طيب يا شباب، اللي يسأل وش عندي في قسم الحفاية، ما عندي شيء صراحة، بس اني جيت انا اخذ مناديل. الجولة اليوم يعني مناديل، صوابين، اكل. هذه مشترياتنا يا شباب من العتيب. اخذت الاغراض والحين نروح نشتري باقي الاغراض من مكان ثاني. بعطيكم الحين نشرة الاخبار لليوم. الاجواء ساخنة جدا. اسألك بالله، اكيد في منكم ناس مستغربين ويبغوا يسألوني ليش هلكت اصلع. هلكت اصلع عشان العودة للمدرسة. لا امزح. نسينا نربط الحزام، حزام الامان. رجعنا الخوية. السلام عليكم. اعطني 2 شاورما. شكرا. يا جماعة الخير، أنا عندي ملاحظات على المطعم هذا صراحة. التأخير ما هو طبيعي. ما أدري هو كيف يصنع الشاورما، هل يصنع الدجاج؟ ما أعرف. مرحبا، هذا هو جاء. وصل الطلب بعد انتظار. شكرا. هذه مويتنا وهذا عشان غدانا. ايش من عشان شباب؟ اليوم الوقت مضروب عندي صراحة، ما اعرف ايش صاير، ما اعرف انا كيف، انا وين، متى، ما اعرف اي شيء. بسم الله. يا شباب لازم هذه تاخذها قاعدة، إذا صار المطبخ فيه أكل اعرف إنه بيصير عندك راحة نفسية وثبات داخلي. ما أدري ليه أنا أحس إني يوم أسولف قاعد أسولف على الفاضي، إني أعطيكم معلومات من الكيس وأتفلسف عليكم من غير أي هدف. طبعا يا جماعة الخير قاعد أشتري وأقضي وأشكل وأنوع وأقلب. طبعا يا جماعة الخير أخذت آيس كريمات وساكيت ومشاريب وأشياء كثيرة. ما شاء الله تبارك الله. الله بشركم، انتهيت شريت كل الأغراض والحين نروح نلحق العبسي ونتكي معه. وصلت الشقة. ها هلا، ويش اشتقت لي؟ ايش تقول المتابعين؟ زعلان يا شباب لاني سحبت عليه، خليته ورحت. تظبطنا وترتبنا. طبعا نروح الحين بودي بعض الملابس المغسلة وارجع ونرتب الحوسة هذه. يلا شباب تشوفوني. طيب الحين انا حطيت الملابس في المغسلة، نرجع لها بكرة ان شاء الله.
الجاسة. هذه استعدادات الجامعة يا شباب. انا مصور فلوقات في الاجازة، اكتبوا لي في الكومنت اذا تبغوني انزلها لكم. يمكن 3 أو 4 فلوقات، فاكتبوا لي اذا تبغوني انزلها لكم وابشروا بالسعد. انتظركم تجاوبوا، لو سمحتوا جاوبوا يا شباب. الو سلام يا السلام. طيب يا جماعة الخير، شريت الخضار. السلام عليكم يا جماعة الخير. حصل غلط بسيط في الوقت، لعلها هجت يا اخوان. جيت نومه. لا ما تصحيني ها. اهلا وسهلا. بصراحة ما ادري اقول لكم مساء الخير او صباح الخير، ابسي وين تبغى، لكن خلونا نسوي لنا غدا، ندلع نفسنا شوي، نستفتح كذا بأول طبخة في الشقة بعد الإجازة. هذه المؤونة. واشوف عبسي وش هو عبسي. المغسل بس يا ولد ايش تبغى؟ خير. طلع عبسي يبغى مويته مخلصة، فبسوي له مويه الحين. وش فيك يا ولد؟ ها؟ نوريكم النافورة حق عبسي. هذه النافورة حق عبسي يا شباب. طيب بسم الله نركب هذا. دقيقة ما اشتغلت. شوفوا هذه الشبكة تطلع الماء. اقوم اشرب. الله يا جماعة الخير، البصل والله العظيم صراحة شيء يحزن يعني. يا جماعة الخير، في بعض الناس شو عبسي وين الحشر. وش حشر جدك أنا؟ يا سلام يا سلام، انتهينا من التقطيع. وهذا البدل حقنا. طلع السلاح الفتاك. ملح ما يحتاج. بهارات شوية. عندنا البهارات هذه، خلينا نجربها على الكبسة. معجون طماطم ممتاز. كبسة تونة. نشيك التاريخ بس. حلو باقي. نقول بسم الله أول خطوة وتشغل النار يا معلم. راحت عليكم طماطة لكن ما هي. هذا عبسي. الحين حطيت الطماطم، خليه لين يطبخ، ونحط التونة ونحط البهارات والبطاطس والرز كله بوقت واحد. يلا السلام يا سلام. خلوني اشغل لكم فلاش تستمتعوا بالمنظر. شوف يا صلاة يا النبي. بسم الله.
وهذا غداء يا شباب. يا سلام يا سلام يا سلام. ايش تبغى انت؟ وخلك انا اتغدى هنا. بس يا جماعة الخير هنا وصلنا لنهاية الفلوق. يعطيكم الف عافية على المشاهدة. لا تنسوا اللايك والاشتراك واكتب لي كومنت تحت يا حلو. كان معكم ابو طلال، السلام عليكم.